مساء الخير يا جماعة. بيقولوا إن الصراخ على قد الوجع، بس اللي بنشوفه اليومين دول مش مجرد صراخ، دي حالة هياج وهستيريا جماعية. الظاهر إن الدراما المصرية عاملة لهم حرقان ولسه قادرة تكشف المستور. الموضوع ما طلعش مجرد مسلسل، الموضوع إن الوجع قديم واتجدد. هما مش مرعوبين من مسلسل ولا خايفين من كام مشهد، هما مرعوبين من الحقيقة اللي الدراما بتسحبها من دفاتر التاريخ وترميها في وشهم كل سنة. الغريب في الموضوع إنهم شايفين إن الدراما ملهاش أي تأثير ولا متشافة. هما بيقولوا كده مع إن قنواتهم والمذيعين بتوعهم اللي موجودين بره المطاريد مسخرين نفسهم 24 ساعة عشان يخترعوا قصص يردوا بيها على أحداث المسلسل. ولو المسلسل محدش متابعه زي ما بتقولوا، طب ليه مخصصين له حلقات كاملة؟ وليه اللجان الإلكترونية بتاعتكو مش عارفة تقعد على بعضيها؟ اللي عاوز أقوله إن الدراما ما بتحكيش قصص خيالية، دي بتوثق خيانة كانت هتضيع البلد، خيانة الأفاعي اللي لسه بتبخ سمومها من خارج الوطن وبتحلم بالشرارة اللي تحرق بيها مصر. الفن واجعهم قوي علشان مصر بتستخدمه كسلاح لتوعية وتحصين الناس ضد أفكارهم، وده اللي هنحكيه في حلقة النهاردة. خلونا نبدأ. أنا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. طبعا ده راس الأفعى. تصدق انت شاغل نفسك بالمسلسل اكتر من صناع العمل نفسه؟ طب وانت زعلان ليه يا حويط؟ ولا قصدي محروق ليه من المسلسل؟ ولا محروق ولا حاجة، بس مش فلوس المسلسل دي البلد أولى بيها؟ طب قول لي بقى ده كلام مين على طول؟ كتير قالت مش كان الشعب أولى بالفلوس اللي اتصرفت على أم الأعمال دي؟ زي أحمد مثلا قال لك فشل اقتصادي يا راجل عندكم، والدنيا خربانة واجتماعي وصحي وعلمي، فشل على كل المستويات. في الآخر يقول لي مش عارف مين سد البلعات. هو الفلوس اللي بتصرف على الأعمال دي بتيجي منين؟ ومين بيحاسب عليها؟ الشعب. عشان كده ناس سألت، مش برضه الشعب كان استفاد بالملايين دي؟ كانت عمل بيها مستشفيات أو مدارس أو خدمات. بذمتك مش كلام منطقي من إعلامي مسؤول؟ قصدك إعلامي دلدول؟ طب رد، تقنعني أقنعك. أنا هرد، بس يعني إن شاء الله عنك ما اقتنعت عادي. قبل ما نتكلم عن أهمية المسلسل لازم نرد على السموم اللي اتبخت في النص دي. أولاً الدراما صناعة في أي دولة في العالم، يعني بتحط فيها جنيه علشان يترد لك 5 جنيه، ده بشكل عام. ففكرة تصوير الدراما ولا السينما على إنها فلوس بتترمي على الأرض ده كذب وعبث وعبط. دي أول نقطة. تاني نقطة بقى، ما الفلوس كان يتعمل بيها مستشفيات ولا مدارس ولا خدمات؟ طب ما هو بيتعمل مدارس ومستشفيات وخدمات، وأقول لك أزيدك من الشعر بيت، بيتعمل كمان مساجد وكنايس وطرق وكباري وحياة كريمة ومبادرات للكشف المبكر عن الأمراض ومبادرات لتخفيض الأسعار في رمضان وفي غير رمضان ومبادرات إسكان للمصريين وخصوصا محدودي الدخل. إيه علاقة ده كله بقى بالمسلسل؟ في نفس الوقت الدراما اللي من النوع ده أمن قومي، ليها دور في بناء العقول وحماية الأجيال الجديدة من سموم التحريض، وده ما يقلش أهمية عن بناء المؤسسات، لأن تكلفة الفوضى والدمار اللي التنظيمات دي بتجرنا ليها أغلى بمليارات المرات من تكلفة أي عمل درامي بيكشف حقيقتهم وبيجيب فلوس زي ما قلنا. والأهم بقى إن دول كتير قوي ومنها دول انتوا بتحبوها قوي بتنتج النوع ده من الدراما على مدار السنة. هنكسب ايه برضو من الصناعة دي والتشخيص والحاجات اللي استغفر الله العظيم يعني؟ طيب أشرح لك بطريقة تانية يمكن لا قدر الله تفهم. التشخيص والعياذ بالله زي ما أنت بتقول يعني صناعة ضخمة بتفتح بيوت آلاف العمال والفنيين، بتجيب دخل لمصر زيها زي أي مشروع، بتضاف للناتج المحلي الإجمالي، مش مجرد فلوس بتترمي على الأرض. وخلي بالك يا حويط، البلد اللي ما بتحكيش تاريخها بيجي الخاين يحكيه بدلها ويزيفه. معلش يعني كان في حد بعت للإعلامي محمد ناصر كلام مهم، قال له ايه الإنجازات اللي حصلت بعد ما الإخوان مشيوا؟ طب سمعونا كده. وفي اللي سأل ايه الانجازات اللي حصلت في البلد واستفاد منها المواطن الغلبان بعد اللي طاح بالاخوان؟ ده يوسف مش انا. اطلع يا يوسف ما تتكسفش، اطلع. قال لك عندي سؤال بسيط، ايه الانجازات اللي حصلت في البلد وعادت على المواطن الغلبان بعد القضاء على جماعه الاخوان؟ مفيش غير قصور وفيلات وحدات سكنيه فخمه للناس الاثرياء.
احنا لحد دلوقتي ما عندناش صرف صحي، ودي ابسط حقوق الانسان. حسبي الله ونعم الوكيل، ووراه صوره قلعه قايتباي. طبعا بغض النظر عن اكاونت يوسف، يعني اكاونت حقيقي ولا لجنة كالعادة، بس مش مشكلة، هعتبر نفسي برد على المدلس الأكبر نفسه، واحنا الحمد لله مش بنزهق من الرد. بعد 2013 الدولة كانت شبه منهارة، مفيش كهرباء، مفيش احتياطي نقدي، مفيش أمن، مفيش محاور بتربط بين المحافظات بالشكل اللي يخلي حركة التجارة حتى تبقى سهلة، وكان في عشوائيات وفيروس سي بينهش في المصريين بقاله عشرات السنين، كان في قوائم انتظار بالآلاف، في ترع مش متبطنة بتجيب الأمراض لأهالينا في القرى، في إرهاب في سينا وبيحاول يتغلغل للدلتا، في منطقة بتتحرق حرفيا من حواليك ده مستمر من سنين، في استفزاز وتعمد لجرك للحرب. ده كان المشهد، وحاجات تانية طبعا من بعد 30 يونيو ولغاية النهاردة حاجات كتير من دي مستمرة. الدولة قدرت تغير كل ده، لكن الإنجاز الأكبر إن الدولة قدرت تحافظ على الدولة، قدرت تحبط مخطط الفوضى. طب وموضوع القصور والفلل، ولا تخاف تتكلم عنه؟ اللي بيتكلم عن القصور والفلل هو بيغمي عينه بالقصد عن ملايين الوحدات في مبادرات الإسكان ومشروعات القضاء على العشوائيات زي الأسمرات وبشاير الخير اللي نقلت الغلابة اللي كانوا عايشين في عشش لحياة آدمية. واللي بيقول الكلمتين دول برضه بيعمل نفسه مش شايف مشروع حياة كريمة اللي بيغير حياة 60 مليون مواطن في القرى المصرية. في ناس كتير من الناس دي لأول مرة بيشوفوا صرف صحي في البيوت، ده كان منسي من سنين أو من بداية القرى المصرية. فطبيعي دولة بتتبني هيبقى فيها سكن لكل المستويات، من أول محدود الدخل لحد يا سيدي الإسكان الفاخر. عموما اللي حرقكوا من مسلسل راس الأفعى إنه بيكشف قد إيه حبايبك يا حويط كانوا بيحاولوا يدمروا البلد. لا وانا مالي، انا بس يعني برضو مش مقتنع بالمسلسل، يعني حاجه معينه كده مش عارف اعديها بصراحه. يعني ايه دكتور محمود عزت بيقترح اغتيال جمال عبد الناصر سنه 54 وهو اتولد اصلا سنه 44؟ كويس انك فكرتني بالهبدة دي، ده طبعا كلام المدلس الأكبر. محمود عزت يقترح اغتيال جمال عبد الناصر في الحلقه الاولى من مسلسل راس الافعى على طول كده. الله، معلش، اغتيال عبد الناصر كان سنة كام؟ 54. محمود عزت كان عنده كام سنة وقتها؟ تعرف محمود عزت مواليد كام؟ حاجة 40، 44. يعني محمود عزت سنة 54 كان عنده 10 سنين. يعني يتقال له روح العب يد في أي حتة. شوف يا سيدي مسلسلاتكم كسفتونا. بص يا حويط، عشان أنا جبت آخري منك ومنهم يعني، مع إنكم واحد وأنا عارف. الدراما أحيانا بتستخدم طريقة كده اسمها ضغط الزمن اللي هي تايم كومبريشن. طبعا إيه، أنا أقطع دراعي لو أنت فاهم أي حاجة أصلا. هفهمك. يعني أنت مثلا بتجيب محمود عزت في البداية كرمز لمدرسة سيد قطب اللي هي فعلا بدأت التخطيط لضرب الدولة من الخمسينات والستينات. المسلسل عايز يوريك إن عقل محمود عزت هو امتداد لنفس العقل اللي حاول يغتال عبد الناصر في المنشية، وهيحاول ينفذ نفس المخطط بعد كده. ما اكدبش عليك، ما فهمتش قوي، بس مش اي حاجه تلبسوها للدكتور الغلبان. لا، هو الدكتور الغلبان كده كده لابس. هفهمك. محمود عزت اتقبض عليه سنة 1965 في قضية تنظيم سيد قطب اللي هي كانت تنظيم 65، وكان وقتها شاب عنده 21 سنة، والتنظيم ده كان هدفه الصريح اغتيال عبد الناصر وتفجير القناطر الخيرية ومحطات الكهرباء. فالمسلسل بيربط بين البدايات الإرهابية للتنظيم وبين راس الأفعى اللي هي محمود عزت اللي أدارت المشهد بعد 2013. المسلسل بقى ما جاتش فيه كلمة بتقول إن محمود عزت كان بيخطط أو بيشارك في حادثة المنشية اللي كانت سنة 54. بس ده مبرر ان كل سنه تعملوا مسلسل يتكلم عن الاخوان؟ كل ده عشان تغسلوا سمعه النظام. تغسلوا سمعة النظام؟ الكلمة دي كبيرة عليك قوي يا حويط. أني واحد بقى من المدلسين اللي قال كده؟ انت لما تطلع تغسل سمعة نظام قاتل زي ده، نظام عسكري قمعي زي ده، عشان في الاخر ينفذ مذبحة زي كرداسة ويقتل فيها 22 واحد ولا 17 واحد، الحقيقة دي دماء ملوثة بأيادي كريم عبد العزيز وأحمد مكي. ده فجر مش تدليس، فجر.
مسبحة كرداسة اللي استشهد فيها مأمور القسم وضباطه وجنوده، الناس اللي احنا شفناهم قدام عينينا، حادثة كانت مشهورة يعني. انت بقى عايز تدلس وتغسل سمعة تنظيمك الإرهابي وجرايمه القذرة اللي ملهاش علاقة لا بإنسانية ولا بدين، وتقول لنا إن النظام هو اللي بيعمل كده؟ واجعينك قوي يا كريم عبد العزيز ومكي. عارف ليه؟ عشان فضحوكوا الاتنين أبطال طبعا، لأنهم وثقوا البشاعة اللي عملها الخونة مع رجالة كانت بتأدي واجبها. انا بجد مش فاهم ليه كل حاجه تلبسوها للاخوان، يعني كل المشاكل اللي احنا فيها دي سببها الاخوان؟ يا ابني أنا نفسي تقول مرة واحدة جملة من دماغك، يعني مرة واحدة بس. عايز يقنعك ان المشاكل اللي انت عايش فيها النهارده بسبب الاخوان المسلمين، بينما الاخوان المسلمين دول هو قتل وحبس وسجن ناس منهم بمنتهى البساطه من غير مقاومه تذكر. هو دلوقتي عايز يقول لك ان محمود العزت كان يجي يقول له تعالى احنا عايزين نعمل ازمه دولار، اجمعوا الدولارات عشان نوديها بره. هيوديها بره ازاي يا بيه؟ هيحطها في شويله يعني؟ اي كلام يضحك بيه على الناس. استنى بس يا ابو سمره، يعني وقف تجعير شويه. هما مين اللي اتسجنوا ببساطه ومن غير مقاومه تذكر؟ هو انت نسيت تفجيرات مديريات الامن؟ طب نسيت اغتيال النائب العام؟ طب كمان نسينا حرق الكنايس. بس انت ما ردتش برضو على قصه تحويل الدكتور عزت للدولارات، هيحولها ازاي؟ هو ايه اللي ازاي يا ابني؟ تحويلات وتلاعب في السوق السوداء علشان يعملوا فجوه بين السعر الرسمي والموازي. محمود عزت يعني ما كانش بيشيل دولارات في شوال زي ما ابو سمره الروش بيقول، لكن كان بيدير شبكه اجراميه هدفها الاول والاخير خنق الدوله اقتصاديا. وبعدين انت بتسال كانوا بيهربوا الدولار ازاي؟ اذا كان المسلسل كشف اللي ادهى من كده، كانوا بياخدوا الشباب يهربوهم بره علشان يتدربوا كويس قوي على العمليات الارهابيه اللي هيرجعوا ينفذوها. فانتوا مندهشين من ايه بقى؟ كتبوا والله سنفعل كذا، سنفجر قطارات، سنفجر كذا. أم قال وكتبوا أيضا ضيفوا لذلك تفجير القناطر الخيرية. ليه يا أستاذ سيد؟ قال لك عشان مصر تغرق وينشغلوا فيها وإحنا ننفذ مخططنا. الحقيقة طبعا هذه الرواية كاملة هي أكذوبة. ليه أكذوبة يا عصام؟ اشرح لنا. مش انت بس، مش هم هو ينشغلوا فيها، مش هم لوحدهم. طب ما هتغرق مصر، هيغرق فيها أهلك وناسك والناس كلهم. لقد أبكيتنا يا أستاذ عصام. أنت بتنفي وقائع التفجير اللي كان عايز ينفذها يا سيد قطب، وحجتك اللوزعية الجهنمية إنهم كانوا هيمشوا على إيه لما يفجروا الطرق والكباري؟ طب ما التنظيم بتاعكم كان بيفجر عادي بعد 30 يونيو، كان بيفجر كل حاجة، طرق وكباري وكنايس ومساجد ومرافق عامة وأبراج كهرباء ومديريات أمن. وأنتوا بيفرق معاكوا بلد ولا وطن يا عصام؟ يا عصام يعني شوف كلام عاقل. ها؟ عندك رد يا حويط؟ لا مش لازم ارد دلوقتي. تتزنق تعمل نفسك من بنها على طول. عموما الكلام ده مش جديد على عصام، هو يا عيني الدراما الوطنية عامله له ارتكارية من زمان، من أيام الاختيار. وليه السيره دي بقى دلوقتي؟ طب ياض يعني داري، ما تبقاش مكشوف كده. إنما أنت دار الإفتاء لا أنت جهة تاريخية معتمدة عشان تتناقش وتتكلم عن حدث ما هوش تاريخ قوي، ده يعني شهور وسنوات قريبة يعني. طيب يعني ما انتش جهة تحقيق وجهة نقاش وجهة ثبوت وأدلة حتى تناقش في مثل هذا الأمر. 2 ذكرك لأرقام إنه أحبط 800 مش عارف عمل للجماعات الإرهابية اللي هو هذا المسلسل يعني. طب ده السؤال، المسلسل انت لسه في أوله، لسه قدامك إلى آخر المسلسل لحد الحلقة 30 إذا كانوا 30 حلقة أو أكتر أو أقل، زي ما يكون بقى عدده قد إيه. ولا أنت المفتي شوقي علام دار الإفتاء خدت نسخة من المسلسل قبل ما يطلع وشاهدته فحكمت؟ يعني إيه؟ لا ده عصام أيام ما كان محروق من مسلسل الاختيار وزعلان إن دار الإفتاء بتقول إنه عمل وطني. الإفتاء بتحلل الفرجة على التشخيص والكلام ده؟ بطل هبد يالا. عارف انت ايه اكتر حاجة بتضحكني من المطاريد؟ لما ما يكونش عندهم ردود ويتزنقوا فيهبلوا بقى كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، زي اللي عمله عصام كده دلوقتي، وزي اللي بيعمله الراجل الغلبان ده. هو بيلعب على حتة ايه حضرتك؟ على حتة العاطفة بتاعتك. كان ليا واحد صاحبي كان مؤيد الرئيس محمد مرسي جدا، وكان قاعد ليه شغله في شارع الهرم.
لما كل شويه بداوا ايه البلاك بلوك والكلام ده يعملوا تفجيرات، هو بقى كان حصل تفجير جنبه بالظبط، وهو بيسمع كل شويه في الاعلام بتاعهم بصوا يا جماعه الاخوان وبصوا مش عارف ايه، فاللي هو من يوميها حصل له حاله التغير شديد جدا، هيفجروا البلد، شفت التفجير فظيع، وقعد يومين مش عارف ينام والكلام ده كله. نفس القصه. ايه ده؟ يعني التفجيرات دي كانت بتتعمل بشكل متعمد عشان يتهموا فيها الاخوه؟ الاخوه؟ لا اقصد الاخوان يعني. مفهوم مفهوم. امال يا هيثم يعني انتوا ما فكرتوش حاجه خالص؟ يعني كلها تهم باطله. طب بص كده يا حويط، فرق بيننا وبينهم ان احنا اصحاب عقيده، احنا مسلمون وهم كفره. قصه في مصر فعليا احنا في حرب، خلاص واضحه. يا حرب يا انتوا يا احنا. فنحن في صراع مع هذه الدوله، اي حد يفسر لك اي حاجه بقى براحتك انت معاك. يا اما انتم يا اما احنا، على طول هي كده. الجيش المصري يا جماعه اتمنى ان يتفتت هذا الجيش الوطني. نحن لا نعترف بالوطنيه، الوطنيه بتاعتكم دي على الجزمه القديمه. الحفاظ على الاوطان والحفاظ على المؤسسات شعارات جوفاء ملهاش اي معنى. شفت بقى يا هيثم انكم طيبين ومش بتوع تحريض خالص؟ شفت يا حويط ان حبايبك مظلومين وما عملوش اي حاجه؟ شفت هما شايفين البلد ازاي؟ شفت هدفهم ايه؟ معلش ممكن تعيد الجمله بتاعت الجيش دي تاني؟ الجيش المصري يا جماعه اتمنى ان يتفتت هذا الجيش الوطني. نحن لا نعترف بالوطنيه، الوطنيه بتاعتكم دي على الجزمه القديمه. سامع؟ نتمنى تفتيت الجيش الوطني. يا ساتر على البشاعه. الراجل ده جميل بصراحه لانه عراهم، قال الهدف اللي كلهم نفسهم يحققوه، تفتيت الجيش، علشان سيناريو الفوضى اللي بنشوفه حوالينا يحصل. بس ده طبعا بعدهم يعني، وعمر البلد دي ما هيحصل فيها اي حاجه من اللي بيتمنوها بفضل الله. طبعا هنا مش هنسمع صوت حويط. لا اصل انا ما اعرفش هم قالوا الكلام ده امتى وليه. هي هتفرق؟ انا شخصيا مش فارق معايا، لكن عايز ادي فرصه للراجل الغلبان اللي هو هيثم ابو خليل يشرح باقي كلامه ويفهمنا اكتر. قول لنا ادلتك على موضوع التفجيرات المتفبركه ده. في امثله كده بتبقى لازمه معايا. مسلسل يتربى في عزه وماما نونا، كريم مختار ويحيى الفخراني اللي هو في الاخر عنده 50 سنه و60 سنه وعامل نفسه لسه صغير، امه بتاكله وتعمل كل حاجه، وامه ماتت وسابته، ومصر كلها مش كلها يعني ناس كتير قوي في مصر بكت مع يحيى الفخراني وهو في الاخر ايه؟ مسلسل. فهو بيلعب معاك في الحته دي، في التفكير اللا ارادي، في العاطفه الغير متحكم فيها. فانت حتى لما بتسمع صوت طيارات وبتاع انت بتتشحن بتتاثر، فيديك موسيقى تصويريه تلعب في اعصابك، يديك دموع جليسرين وبتاع حاجات وسيناريو مكتوب بطريقه جيده جدا، وانت في هنا يتم اللعب في وعي بتاعك. انت عايز تقول ايه؟ طب يعني عرفنا وهنساعدك. ايه علاقه حماده عز وماما نونا بالتفجيرات بالتفكير اللا ارادي؟ شوف يا هيثم، انت راجل غلبان، بلاش تحاول تبقى عميق، يعني ما تعترضش على حكمه ربنا، خلاص ارضى بالمقسوم ليك. الدعوة لتحسين صورة رجال الشرطة إن أنا أعمل مسلسلات وأعمل أفلام. خليني سعادتك أعمل لي 1000 مسلسل و1000 فيلم عن حناني ورحمتي ورأفتي ضابط الشرطة مع المواطن. بالظبط، راس الافعى والاختيار وهجمه مرتده كله مطلع لي الظباط ناس عاديين وكانهم طيبين. انت هبل يا حويط. يعني ما هو الظباط ناس عاديين عندهم حياه وبيضحكوا وبيتوجعوا وعندهم ازمات عادي يعني. انا فاهم ان الصور النمطيه اللي اعلامكم الارهابي العبيط شغال عليها بقاله 10 سنين واكتر لو جبنا يعني حاجات من سنوات سابقه، لكن المشكله ان الصوره النمطيه دي بيجي مسلسل يمحيها في 30 حلقه عادي جدا. الاختيار بقى، العائدون، هجمه مرتده، راس الافعى، وهنسيب القوس مفتوح بامر الله. ده احنا بقالنا 10 سنين يا مؤمن والدراما والمسلسلات شغاله على ضابط الجيش وضابط الشرطه. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز تحسن صوره ايه تاني؟ وتنفق عليها مليارات الجنيهات من دم المصريين، وياتي ممثلين وسواء مغمورين او مشهورين النهارده تديهم من ملايين المصريين ومليارات المصريين علشان يطلع في الاخر يتكلم عنك وعن ذكائك وعبقريتك وعن فدائيتك، انما الواقع ايه؟ لا، ما احنا ردينا بقى على الكلام ده يا عطوان. يبقى كلامه زنقك وما عندكش رد. يا ابن عقل، يا ابن عقل. مش انا لسه من شويه كنت بكلمك على صناعه الدراما ودورها؟ عموما يا عطوان، يعني مش 10 سنين بس، الدراما مكمله معانا بامر الله، ومش شرط بقى يبقى مسلسل كامل زي راس الافعى او الاختيار، لا، هتلاقوها في كل عمل. هتلاقوا مشهد في السينما بيتكلم عن دور الجيش، هتلاقوا مشهد في مسرحيه بيتكلم عن وباء
التيارات المتطرفة، هتلاقوا فيلم وثائقي بيتكلم عن تاريخ سيد قطب وبيفضح جرايمه، هتلاقوا فيديو على السوشيال ميديا بيتكلم عن مصايب وجرايم مرشدكم الأول. ليه؟ لأن ده دور الدولة في التوعية وتحصين أفكار الأجيال الجديدة، وبإذن الله الدور ده مش هينتهي أبدا. زي ما انت بتتكلم بالعقل وكلام منظم ومنمق كده ويبان انه مقنع يعني، فبرضه في ناس غيرك بتتكلم بالعقل والادله. يا سلام يا حويط، طبعا امال اتفرج على العقل كله اهو. بغض النظر عن ان ناس كتيرة ضد فكرة مشاركته في مسلسل الاختيار 2، اللي يعني من غير ما نبدأ نشوف المسلسل ولا نعرف هيقولوا ايه، احنا عارفين ان احنا قدام مسلسل كله اكاذيب وكله مغالطات كبيرة جدا جدا جدا. نتمنى انه يتراجع عن الخطوة دي، وان كنت اشك الحقيقة، كنت اشك ان هم يتراجعوا. هو في النهاية بيتعامل مع الموضوع انه شغل مش فارق معاه مين صح او مين غلط. اتفضل يا سيدي، العقل كله اهو. دعاء وهي بتقسم ان مسلسل الاختيار كله اكاذيب من قبل ما تشوفه اصلا. حاجه يعني قمه العقل والنزاهه والحياديه، حاجه يعني جميله جدا جدا يعني. هو يا جماعه مفيش حد عاقل يعني يبقى عاقل كده بس وصريح يقول لنا هو انتوا ليه زعلانين من المسلسل؟ ليه زعلانين من المسلسلات اللي بتتعمل عموما؟ هنديكم الفرصه اهو نسمعكم. جماعة الإخوان المسلمون تعرضت خلالها لأزمات كثيرة ومخاطر وعقبات كبيرة واتهامات باطلة يتم تسويقها من خلال أجهزة إعلامية ومن خلال أعمال درامية لفظها الشعب وأدرك فشلها، وليس آخرها تصنيفها جماعة إرهابية. ويا للعجب أن من يصنفها بالإرهاب هم من يدعمون ويقتلون الأبرياء ويشعلون الحروب في العالم ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإننا على يقين بأن هذا الزبد سيذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض. شفت بقى؟ أهو ده بقى العقل كله بجد. أهو العقل كله جاوب عليا. محمود حسين جاوب عليا. النكتة إن محمود زعلان إنهم جماعة إرهابية. ثواني كده أسمعك حاجة سريعة. الفرق بيننا وبينهم ان احنا اصحاب عقيده، احنا مسلمون وهم كفره. قصة مصر فعليا احنا في حرب، خلاص واضحة. يا حرب يا انتوا يا احنا. فنحن في صراع مع هذه الدولة، اي حد يفصل لك اي حاجة تانية بقى براحتك انت معاه. يا اما انتم يا اما احنا، على طول هي كده. الجيش المصري يا جماعه اتمنى ان يتفتت هذا الجيش الوطني. نحن لا نعترف بالوطنية، الوطنية بتاعتكم دي على الجزمة القديمة. فعلا يا محمود احنا اسفين، انتوا ناس سلميين جدا. مالها المسلسلات بقى؟ جماعة الإخوان المسلمون تعرضت خلالها لأزمات كثيرة ومخاطر وعقبات كبيرة واتهامات باطلة يتم تسويقها من خلال أجهزة إعلامية ومن خلال أعمال درامية لفظها الشعب وأدرك فشلها. حلو قوي الكلام ده. يعني الشعب المصري لفظ المسلسلات الوطنية اللي بتتعمل وقال عليها كخة ووحشة وكذب. أنا اشتريت يا عم الكذب والتدليس ده، بس عايز حد يجاوبني السؤال اللي بنسأله بقالنا شوية. انتوا محروقين ليه؟ موجوعين ليه؟ بتطلعوا كل ما يتعرض أي عمل وطني تجعجعوا وتهوهوا وتعيطوا ليه؟ مش كده كده الناس مش مصدقة ولفظته، فليه بقى؟ يا راجل ده أنا زي ما فرجتكم في الحلقة كل المدلسين بتوعكم طلعوا اتكلموا عن المسلسل والدراما الوطنية بشكل عام. ده انت نفسك يا حودة طلعت اتكلمت عن المسلسل. طب لو هي دراما فاشلة ليه بتتكلموا؟ الإجابة عندنا لأنها زي ما قلت قبل كده بتعريكوا، بتفكر اللي ناسي وبتعرف اللي مش عارف وبتوعي الصغير اللي ما شافش عشان الكل يبقى شايف الصورة الكاملة قدامه. تنظيم خسيس دستور الخيانة وملوش هدف إلا حاجة واحدة، التدمير والفوضى. لكن بأمر الله عمرهم ما هيشوفوا السيناريو ده أبداً، وهتفضل البلد عصية على كل الإرهابيين اللي عايزين يدمروها. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.